السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم مطبخ زمان. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده رحنا بقى، رحت لنا على السوق، جبنا سمك بولتشي زي ما انتم شايفين. هنضفه طبعا دلوقتي، وهنعمل طبق بتنجان، وهنعمل سلطة خضراء، وجبنا زيت عشان ما عندناش زيت اهو. ماشي حبايبي، هننضف السمك وهرجع لكم تاني ولقطة كده بعد ما ننضف السمك ان شاء الله يا حبايبي. ورجعت لكم تاني بعد ما نضفنا السمك زي ما انتم شايفين كده زي الفل اهو. دلوقتي حاطه عليه شويه عصر عليه ليمونه وملحاه، والتحجيقه بتاعته اهو، ملح وشطه وكمون، حته هريسه شطه والملح والكمون والتومه. وده البصله مخرطاها. هنروح نعمل على البوتاجاز نعمل الرز. عبال ما البصله تتحمر هكون حشيت السمك، واديني مخرطه البتنجان حبايبي، حاطه عليه ملح وسكر عشان ما يشربش في الزيت. كده البوتاجاز انا حاطه الزيت اهو. هحط البصله بتاعت الرز تتحمر معانا. عبال ما تتحمر اكون حشيت السمك، ومره واحده هقلي البتنجان وهقلي السمك. عبال ما اخلص كده اعمل طبق السلطه. دلوقتي زي ما انتم شايفين السمكه كبيره معايا، انا شقاها حبايبي اهو، شقاها من هنا ومن هنا. هحشي السمكه واحاولي ادخل كده في الجبنه عشان تتشرب من الملح. هعمل الكميه وهرجع لكم تاني بعد ما اكمل كميه الحشو السمكه. وزي ما انتم شايفين كده حاولي تحطي في السمكه لما تكون السمكه كبيره يعني كده تتشرب من الملح بتاعها والثوم. هكمل الكميه وارجع لكم تاني. كده حبايبي انا حشيت السمك اهو، وهنروح نقلي البتنجان وبعدين هنقلي السمك بعد ما نخلص الرز ان شاء الله. دلوقتي البصله اهي اتحمرت الحمد لله. هحط كوبايتين ميه، الميه تغلي. انتوا عارفين الميه لازم ميه الرز تبقى سخنه. وهملح وهسقط الرز. وفي نفس الوقت انا دلوقتي بعمل بقلي البتنجان. هملح بس الرز حبايبي، معلقتين شويه ملح تغلي بس الميه. ونسيت اقول لكم بحط حته تومه، انا متعوده احط حته تومه في رز السمك. تغلي الميه وهسقط الرز. دلوقتي هطلع البتنجان. دلوقتي حبايبي بعد ما بدرت الدقيق كنت حطاها في ميه. الميه دي متبله ملح وكمون ماشي، واحطها منها ولا هتوسخ الزيت زي ما انتم شايفين. بصوا لون السمك جميل ازاي. طلع السمك بقى وكده الرز اتشرب وبالهنا والشفا حبايبي. وده كان غدانا النهارده، سمك بولتشي مقلي. انا عملته لكم سهل وبسيط، وسلطه خضراء وبتنجان مقلي بالخل والثوم ورز صياديه. ويا ريت تيجوا تتغدوا معانا. والنهارده يا ريت يا حبايبي اللي ما اشتركش في القناه ينزل يشترك في القناه، وكومنت حلو منكم، لايكات لايكات لايكات. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.